كل واحد بيطلع بيبقى ليه بصمة. مثلا الفنان نور الشريف ليه لون لوحده، والفنان محمود عبد العزيز ليه لون لوحده. كل فنان بيطلع بيبقى ليه لون لوحده. انا ان شاء الله باذن الله لما اطلع واتشير هيبقى ليا لون لوحدي. تمام. فهو فهو اتفضل. الموضوع كده، كل فنان بيطلع بيبقى ليه لونه معين وبصمه لوحده. انا ممكن الناس بعد كده ان شاء الله باذن الله الجيل اللي جاي هيقولوا ده عمر مصطفى، لا ده لونه لوحده غير اللي فات. أفضل ممثل عمر مصطفى. انك يبقى ليك هدف في حياتك وعايش عشان توصله، ده شيء جميل. لكن لازم تعرف ان مفيش حاجة سهلة، وعشان توصل للحاجة اللي بتتمناها محتاج وقت وجهد. طبعا لازم تصبر مهما كانت الصعوبات، عشان لما حلمك يتحقق تحس بقيمة تعبك. انا مبسوط قوي بالجائزه اللي خدها عمر، لان عمر موهبه متميزه جدا في كل حاجه بصراحه، في التمثيل وفي الاخراج وفي المونتاج وفي التاليف. انا بحييه من كل قلبي على الجائزه اللي هو خدها، ودي جائزه مستحقه. بتمنى له من كل قلبي انه يكمل المشوار بنجاح. بتمنى له ان ربنا يوفقه. بتمنى له دايما ان هو يعمل اعمال فنيه متميزه. بتمنى له ان الجائزه دي تكون بدايه مشوار النجاح له. وبقول له من كل قلبي يا عمر انا فرحان بيك قوي، وفرحان ان انت ان شاء الرحمن هيبقى ليك خطوه وبصمه متميزه في الفن باذن الله تعالى.